عند مسألة الفرق بين صحة الدليل وصحة الاستدلال، وأردنا أن نضرب بهذا مثلا حصل في زمن الصحابة، وهنا قال لنا الأخ الوقت فتوقفنا. طيب، المثال هو ما حصل في زمن عبد الله بن مسعود لما كان في العراق في الكوفة. أتى أبو موسى الأشعري فدخل المسجد، وإذا بقوم قائم بينهم يقول كبروا 100، سبحوا 100، وعندهم حصى ويعدون. فرأى المشهد فذهب إلى منزل عبد الله بن مسعود، وإذا بقوم عنده قال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا ليس بعد، وكان قبل وقت صلاة الظهر، ومر بهم وقت قل ما يكون الناس في المسجد، مثل ما يقول عامتنا الضحى العود قبل الظهر. فلما خرج قال أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. انتبهوا العبارة، أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. أبو موسى الأشعري ممن قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الله بن مسعود يسبق العلماء برتوة وعالم، والمسألة من خلال الطرح يدل على أن أبو موسى رأى أمر ورأى فيه فأشكل عليه. وكان عبد الله بن مسعود هو قاضي الكوفة وقاضيها وأميرها والأمر إليه فيها، فأتى يعرض الأمر على من بيده هذا الأمر. قال وما ذاك؟ اقصص اخبرني يعني. قال وما ذاك؟ قال قوم في الجامع حلق وقائم بينهم يقول كبروا 100 سبحوا 100. ابن مسعود في الحال أجابه جواب: ألم تخبرهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن؟ أصول النص من حيث الأدعية والأذكار لم يأتي أكثر من 100 في العد، وكان الحصى كثير بينهم يتجاوز الأرقام. فقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود، قال لئن بقيت لتدركن ذلك، إن كما يقول عامتنا إن أحياني الله وياك بتشوفهم قل لهم اللي بتقول. قال لئن بقيت ترين ذلك. قال إليه وذهب، وإذا بالقوم في المسجد حلق. اسمعوا التقعيد والتأصيل من حياة الصحابة الأولين، كيف كانوا يتعاملون مع البدع وأهل البدع. وإذا به يدخل المسجد، وإذا الأمر كما ذكر أبو موسى، نفس الوصف، أبو موسى ما زاد وما أنقص. فسألهم بسؤال، كلمتين: ماذا تصنعون؟ أن السؤال يكشف الحال ويرتفع الإشكال بالإجابة على السؤال. سألهم بكلمتين: ماذا تصنعون؟ فسكتوا وأطبقوا. ودائما الباطل، وهل الباطل لهم رويس، راس، هو اللي دائما يقودهم ويحاول في الأزمات ما يظهر، لكن الله يفضحه. دائما دعاة الباطل يبثون أمرهم كالعقرب تخرج ذنبها لكن تنكشف. قال ماذا تصنعون؟ فأطبقوا صمتا. ثم قام قائمهم فقال كلمتين: نذكر الله. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو لأنتم مفتتحوا ضلالة. هذه آنيته لم تنكسر، وهذه ثيابه لم تبلى. ألا تحصوا سيئاتكم فإني لحسناتكم ضامن. الكلمة اللي قالها لأبو موسى أنكر، لأن بكلمة نذكر الله اتضح الحال. طيب، من يجيب في قول أبو موسى الأشعري
أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. واللي بيجيب هذا الجواب له عندي بكرة هدية بجيبها معي. بس وين جاوب؟ وانت لا فيك الخير والبركة جاوب. قال في النص الأول في أساس الطرح لما تكلمنا فرق بين صحة الدليل وصحة الاستدلال، فجبنا مثال حنا. عموم أهل الباطل قد يحتج بالحق فيقول قال الله قال رسول الله، لكن من حيث التطبيق يخالف. ففرق بين صحة الدليل وصحة الاستدلال. أبو موسى قال أما إني رأيت أمرا أنكرته، هذا من حيث الوصف. وما رأيت إلا خير من حيث الأصل. في تعريف البدعة بالأمس لما ذكرتها لكم طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا، فقد يكون عنده من حيث الأصل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذاكرون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هؤلاء أهل البدع اجتمعوا عندهم هذا الأصل نجتمع لذكر الله، لا ينطبق فيهم الحديث، الوصف مخالف، بدليل أن أبو موسى أن عبد الله بن مسعود سأل سؤال واحد: ماذا تصنعون؟ فقالوا نذكر الله، فتبين أن هذا الذكر الذي قالوا نذكره لله ليس هو الذكر الذي علمهم رسول الله، فأطلق الحكم بشدة في العبارة وقوة في نبرة الصوت وإغلاظ على هؤلاء وإنكار على ما فعلوا. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. صاحب الباطل الأول اللي دعاهم للباطل غاضه رد بن مسعود، فأراد أن يرد على الحق، خلاص الشبهة زالت ارتفعت، بين له بن مسعود الحكم، فأتى بشبهة ثانية حتى يلبس على من بقي ويكسب بعض من كان على ما هو عليه من متابعة له. تدرون ماذا قال؟ خبيث خبيث. دائما أهل الباطل يبثون كلمات يلبسون على الناس. تدرون ماذا قال؟ ما أردنا إلا خيرا. تقول لابن مسعود ما أردنا إلا خيرا، يعرفون الخير، كانوا يسألون رسول الله عن الشر مو عن الخير، كما يقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال ما أردنا إلا خيرا. ايش رد عليه؟ سكت منه، التبست على ابن مسعود، رد عليه برد صار رد إلى اليوم كل علماء المسلمين يستخدمون هذه العبارة. ماذا قال؟ قال ما أردنا إلا خيرا. قال كم من مريد للخير لم يدركه. أن ظنك فقط أنك تريد الخير تشرع للناس أمرا من عندك أو دين من عندك؟ الذي يريد الله يتبع رسول الله، لا يأتي بطريق يخالف رسول الله. سؤال، فارتفع الإشكال فأتى بالشبهة فأراد أن يلبس على الناس، ثم التفت إليه فخاطبه بالحكم بعد أن أصل في التأصيل. قال هذا زمانه قريب. ابن مسعود بالمناسبة مات قيل 33 وقيل 34، والحادثة هذه جزما حصلت بعد موته، ورسول الله مات بعد السنة 10، يعني تقريبا 20 سنة. 20 سنة. يقول هذه آنية رسول الله لم تنكسر، هذه ثيابه، يعني قرب عهد النبوة، لا يزال الزمن قريب. كيف تنحرفون عن دينه وتأتون ببدع وطرائق؟ أنتم على ملة أهدى، أنتم على شيء أحسن من الرسول، لأنكم سويتوا شيء ما علمنا إياه. أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو الأخرى ما هي؟ مفتتح باب
ضلالة، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. مفتتح باب الضلالة هو سالك سبيل مخالف. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فأتى بالرد: ما أردنا إلا خيرا. سبق أن فضحهم الله في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أكمل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما تنفع. هل سكت؟ قال: وهؤلاء صحابة رسول الله متوافرون بينكم. فدل على أن المجلس ذلك ليس فيه أحد من الصحابة، وأن الصحابة في وقتهم هم أهل العلم، فترك العلم ومصدر العلم والتلقي عن العلم بداية الانحراف عندما يتلقون. وانظروا لكل أهل الفتن، لا تجد معهم عالما مبرز من أهل العلم والورع والتقوى، جاهل مع جاهل، النتيجة جاهل مركب. هذه علامات معرفة الحق وأهله. فتركوا مصدر التلقي وهم أهل العلم فأصبحوا بما بينهم، بدليل أن قال: وهؤلاء صحابة رسول الله متوافرون بينكم. رد بعد هذه المقدمات كلها وهذه النصائح وهذا التأصيل يأتي بشبهة: ما أردنا إلا خيرا. اللي فجروا في المساجد تظنوا أنه بجهنم ولعنة ربي وغضبه؟ أسألكم، جهيمان واللي معه يوم طلعوا في الحرم هم يبون جهنم ولعنة ربي وغضبه؟ أجيبوا وشبي من جماعة ما أردنا إلا. انتبهوا منهم، انتبهوا من هؤلاء جماعة ما أردنا إلا خيرا. فجروا في المساجد، فجروا في نقاط الأمن، قتلوا المسلمين في أرض الإسلام، كلهم من جماعة ما أردنا. خوارج. انتهت المسألة؟ ما انتهت. ما تركها ابن مسعود، قعدها لنا قبل 1450 سنة من ذلك الوقت. في سنة 30 احنا في سنة 40، قال 1410 سنين ناقشها. فقال الرجل: ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد إلا الخير لم يدركه، ولقد حدثنا رسول الله. ثم أتى بوصف الخوارج. ارجعوا لهذه في مقدمة الدارمي ذكرها، وذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام، وذكرها ابن وضاح في كتاب البدع والتحذير منها. هذه الرواية كاملة. ثم قال: سؤال، وارتفع الإشكال، ثم نزل النصح والمقال، فأتى بشبهة فردها، ثم صنفهم وحكم عليهم. اسمع ماذا قال. قال: ولقد حذرنا رسول الله من أقوام، ثم ذكر وصف الخوارج، ثم التفت إليهم وقال: وإني لأظنه أنتم. يقول الراوي عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنون يوم النهروان. انظر البدعة ماذا تقود: إلى الخروج، إلى السيف، إلى الدماء. دائما البدع يأتيك واحد يقول لك يعني الذكر بدعة. لا والله مو بدعة، طريقتكم هي البدعة. يأتي واحد يقول صلاة على النبي بدعة. لا والله، من صلى الله عليه 10، لكن هذه الطريقة صلاة الفاتح، الصلاة النبي كلها. يأتي واحد من الفرق والجماعات والدعوات يقول يعني الدعوة إلى الله بدعة، نخرج 3 أيام 40 يوم، ورسول الله خرج 3 أيام، أبو بكر خرج 40 يوم، عثمان خرج 4 شهور، يعني الدعوة بدعة. لا والله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لكن طريقتك هي البدعة. انتبهوا. فهؤلاء يحتجون بإيه؟ بأصل صحيح على وصف مخالف. ففرق بين صحة الدليل وصحة الاستدلال. قال: وإني لأظنه أنتم. يقول الراوي عمرو بن سلمة: قال: فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنون يوم النهروان. إذن هذا يبين لك البدعة طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. وانتبه من جماعة ما أردنا إلا خيرا. ترى يمشي في الشر وهو يدور الخير. الخير لا يكون إلا في قال الله قال رسول الله، بما فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال الله وقال رسول الله. وترى فعل أبو بكر وفعل عمر وفعل عثمان وفعل علي مخالف، يدل على أنك ما احتججت بقال الله قال رسول الله، احتججت بهواك. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الوضح والبيان والحق عليه نور، كما قال النبي: تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك.
واللي زاغ عن البيضة الله يحمانا وإياكم، الخلل فيه هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشاطبي في الموافقات. باقي 5 دقائق.